اسمع مني الكلمتين دول وما تراجعش ورايا، علشان دول اللي انت هتشوفهم في مباراة الاهلي وصن داونز في مباراة العودة. نادي صن داونز بحياله اللي مش بتخلص، اللي دلوقتي بقى كل تفكيره قصاد نادي الاهلي ان هو يبتكر حيلة يعرف من خلالها يأثر على نادي الاهلي، سواء كان في ملعبه انه يغير ميعاد المباراة يخليها الساعة 3 في وسط الحر اللي هم متعودين عليه. في استاد القاهرة نادي صن داونز بيبتكر في حيلة جديدة، وهو ان نادي صن داونز هيرتدي القميص الازرق الغامق جدا، من اول القميص لحد الشراب. طيب واحد يقول لي طب ايه علاقة الحيلة في الموضوع؟ ما فيش حيلة لحد دلوقتي. اقول لك لا، نادي الزمالك في فترة كان بيرتدي الزي الازرق ايام فيريرا. كان المعد النفسي بيقول ان نادي الاهلي لما كان بينزل مباراه القمه، بيلعب مباراه القمه فيلاقي التيشيرت الابيض لنادي الزمالك قدامه، كان نادي الاهلي بيوصل لمرحله التركيز الجامد قوي، ان هو بيدي المباراه تركيزها الجامد قوي، بيحصل للاعيبه حاله زي ما بيقولوا كده في كره القدم هيجان في كره القدم. نفس الطريقه اللي عملها نادي صن داونز في مباراه العوده. قال لك لا، نادي الاهلي في وسط جمهوره هيبقى في وسط تركيزه ان هو عايز يقتحم في الهجوم ويلعب في كل مكان في الملعب، واللاعيبه هتركز والاداره والمدير الفني هيركز والجمهور هيثور. اعمل ايه؟ لازم اثر على مرحله التركيز اللي الاهلي بيوصل لها. طب هاثر عليها ازاي؟ ان انا ارتدي القميص الازرق الغامق. النادي الاهلي لو ركز اول ربع ساعه ان دي مباراه مصيريه في نص نهائي السوبر الافريقي، ان انا عايز ارجع في المباراه عشان مهزوم 1-0 في مباراه الذهاب، بالتدريج نادي الاهلي هيحس ان هي مباراة عادية زيها زي مباراة الدوري. هيحس ان نادي الاهلي بيلاعب نادي سيراميكا كيلوباترا في نص المباراة كده، ما هو التيشيرت مش اصفر. فالتركيز اللعيبة مش هيبقى في وسط، يعني ايه، مش هيبقى في قمة التركيز. ده حسب منطق وعقلية نادي صن داونز اللي اقتبس الفكرة من فيريرا والمعد النفسي في عام 2014 2015. نجح فعلا انه ياخد كاس مصر من النادي الاهلي، سواء كان في السعودية او كان في القاهرة. نجح في اكتر من مباراة انه يؤثر فعلا في النقطة دي على النادي الاهلي. فدي ابتكارة وحيلة جديدة بيبتكرها نادي صن داونز علشان يأثر على مدى تركيز نادي الأهلي في مباراة العودة. طيب نادي الأهلي هيرتدي إيه؟ هيرتدي القميص الأحمر والتيشيرت الأبيض، الزي الرسمي للفريق عادي خالص. طيب محمود الخطيب طلع خطاب وجهه لاتحاد الكورة، اتكلم فيه عن الظلم اللي النادي الأهلي بيتعرض له في آخر 3 مباريات، بالإضافة لمباراة السوبر الأفريقي اللي كانت قصاد اتحاد العاصمة الجزائري، استكمالا لقصاد المباريات السيمبا، مباراة الذهاب ومباراة العودة في القاهرة، واخرها مباراة نادي صن داونز. النادي الاهلي كان ليه ضربة جزاء في اخر دقيقة البيرسي تاو، مفيش حد قدر انه يعترض عليها من الحكام، اجمعوا ان الكرة ركلة جزاء. برضو للتوضيح ان رئيس نادي صن داونز ابوه يبقى رئيس الاتحاد الافريقي. دي امور يعني ملهاش علاقة بكرة القدم. المفروض الامور تمشي بحيادية اكتر وبعدل اكتر. فمحمود الخطيب ارسل خطاب اكد فيه ان الحكام ما تظلمش النادي الاهلي، بالذات ان التحرك محمود الخطيب ده جه مبكرا جدا وجه في الوقت المناسب، ان الحكم اللي هيبقى في الملعب يوم الاربع ده يكون واخد ردة فعل وياخد قرارات، عارف ان نادي الاهلي اشتكى منها، وده يأثر على المباراة بشكل ايجابي. طيب جمال موسيالا اللاعب اللي يبلغ من العمر 20 عام، اللاعب اللي بيلعب في بايرن ميونخ اللي مكسر الدنيا. الكلام بقى كتير عليه الفترة دي من ريال مدريد ومانشستر يونايتد، والفرق كلها مقدمة عروض. بايرن ميونخ طلع قرار رسمي بالتمسك الابدي باللاعب. واخد بالك؟ التمسك الابدي، مش مرحله، لا، التمسك الابدي باللاعب.
وان نادي بايرن ميونخ هيحافظ على قد ما يقدر على اللاعب، ان هو اللاعب لسه صغير، اللاعب عنده امكانيات ومواهب كبيرة جدا لسه هيقدمها للفريق. فكل فريق دلوقتي بيمسك في النجم اللي هو ظهر بالذات، اللي بيبقى شاب ولسه صاعد زي بيلينجهام اللي اخد افضل لاعب شاب في العالم. كده الحلقه تكون خلصت. تستنوني في حلقه ان شاء الله باذن الله بعد مباراه الاهلي وصن داونز لتحليل المباراه. ما تنسوش الاشتراك والقناه، دعم الهوك احمد معوض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.